بشرتك فيها حبوب، في 3 حاجات مهمين لازم تكوني عارفاهم. مشاكل اللي بتواجه الناس في بشرتهم هي الاكتيف اكني، وعلشان كده انا جاي اقولك على كام طريقه هتفرق معاكي جدا في خلال الفتره اللي جايه. اول حاجه لازم تعمليها، لازم تحددي نوع البشره بتاعتك كويس. حسب نوع البشره هنبدا نستخدم الروتين الصح. لو بشرتك دهنيه فانت كده بتعاني من مشكله كبيره قوي مش هتعرفي تحلها لوحدك. البشره الدهنيه هي من اكتر البشرات الشائعه، وكمان علاج الحبوب فيها بيكون ضئيل شويه وبيحتاج طريقه معينه. الحاجه معانا خاصه بالبشره الدهنيه ان احنا لازم نظبط الروتين بتاعنا. عندنا الغسول وعندنا السان سكرين وعندنا كمان المرطب. النصيحه الاولى والاخيره اللي انت لازم تعملي بيها انك ما ينفعش تستخدمي اي حاجه لاي سبب من الاسباب فيها اويل. الحاجه الثانيه لازم تستخدمي ساليسيليك اسيد او ازيليك اسيد او جلايكوليك اسيد، حاجه تنظم افرازات الدهون في البشره. مش كمان ان ده هيفرق معاكي في السكارز بعد الحبوب، لان الميلانين لما بيعلى في البشره بيسيب بقع داكنه في البشره، وده بيسبب عندنا ازمه نفسيه. 3 حاجات ودي موجهه لجميع البشرات، ان حضرتك لازم تظبطي الروتين بتاعك، ولازم تنامي كويس، ولازم تشربي ميه كويس علشان الميه بتساعد على ترطيب البشره وعلى النضاره بتاعتها. اخيرا حابب اقول لكم اي حد عنده مشكله او عنده اي حاجه حابب يستفسر عنها يسيب لي كومنت وانا هرد عليه. والحاجه الاخيره اللي انا عايز اقول لكم عليها، ما تنسوش تعملوا فولو. سلام.